عمرك وبقاله زمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناه جرب وصفتي على اليوتيوب، وعلى صفحتنا صفحه جرب وصفتي على الفيسبوك. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير. النهارده هنعمل مع بعض مهلبيه قمر الدين. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، وهقول لك على حاجات مهمه جدا لازم تعمليها في قمر الدين علشان تديك الطعم المميز والمختلف، وكمان اللون بتاعها يكون حلو، والطعم كمان يكون مركز معاكي في قمر الدين. مبدئيا معايا كده شويه من الميه الدافيه او سخنه بس مش مغليه. بقطع معايا قمر الدين قطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببدا ان انا احطه معايا في الميه الدافيه او السخنه دي علشان يدوب معايا كويس. طبعا لازم قمر الدين اقطعه قطع صغيره كده علشان يعني يدوب معايا بسرعه وما ياخدش معايا وقت. ببدا ان انا اخد قمر الدين بعد ما داب وبضربه معايا في الخلاط لحد لما انعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بعد كده بضيف السكر معايا على حسب الرغبه، وبضيف معايا معلقتين او 3 من بودرة البرتقال او العصير فروتي او عصير ثانج، يعني اي عصير بطعم البرتقال. بتضيفي منه معلقتين 3 علشان يدي معاكي اللون اللي معاكي ده، بيعزز معايا اللون والطعم بتاع القمر الدين. زي ما انتم شايفين كده. طبعا بدوب السكر معايا، السكر على حسب الرغبه. بعد كده ببدا ان انا ادوب السكر كويس معايا في قمر الدين، وببدا ان انا اخده معايا وارفعه معايا على النار. لكن انا بدوب الاول كويس قبل ما احطه معايا على النار. وبعد كده بجهز معايا النشا، بتكون جاهزه معايا قبل ما القمر الدين بيكون بيغلي. بكون بضيف معايا النشا اللي انا بحتاجه معايا في قمر الدين. زي ما انتم شايفين حطيته معايا يسخن بالشكل اللي انتم شايفينه. ما تسيبيش قمر الدين يغلي وبعد كده تحطي النشا، بيعمل معاكي تكتلات وما بيبقاش ناعم وحلو. يعني يا دوبك بس قمر الدين يدفى معايا، وبعد كده بنزل معايا بالنشا المتدوبه في ميه. بضيف معايا النشا مقدار ربع كيلو من النشا السايب على مقدار 3 لتر من الحليب او من العصير قمر الدين. يعني اي نوع مهلبيه انت حابه تعمليه اعملي لنفسك معيار انه يكون الربع كيلو من النشا السايب بياخد معايا 3 لتر من الحليب او من العصير بتاع قمر الدين. بعد كده بدوبه بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد لما قوامه بيتقل معايا. وبعد كده بضيف معايا شويه من الفانيليا، وببدا ان انا اجهزه زي ما انتم شايفين كده في اطباق او في بولات لها غطا. وببدا ان انا احط عليه بقى مكسرات او حابه تسيبيه ساده ده براحتك. وبنحطه معانا في التلاجة لحد لما يبرد ويتمسك كويس، وبيطلع بالشكل اللي انتم شايفينه. وبالهنا والشفا، وكل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير.